الأمطار منع أولياء تلاميذ ابتدائية منطقة ولاد مسعود ببلدية بوراوي بالهادف بولاية جيجل منعوا أبنائهم من مزاولة الدراسة خوفا على حياتهم. قلق الأولياء يأتي في ظل الوضعية الكارثية التي آلت إليها المؤسسة التي لم ترمم منذ مدة، خصوصا وأنها أول مدرسة ابتدائية بنيت في جيجل سنة 1885. مع دخول كل موسم شتاء وتساقط للأمطار تزداد الهواجس والتخوفات لدى أولياء تلاميذ مدرسة الشهيد بطين عمار بقرية ولاد مسعود ببلدية بوراوي بالهادف. هذه المدرسة التي يعود تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية أي إلى سنة 1885 أصبحت أسقف الأقسام بها تهدد حياة التلاميذ. المدرسة راهي قلنا لك تقطر من فوق، والشيخ او شاد البارابلي ومع التلاميذ نتاعو، بصح هادو قالوا نرمموها بصح مازال ما كان والو. ما عندهم لا مساحه وين يريحوا، كترى كي تكون الشتا هكذا يروحوا يتغداو هذا، ومن بعد يخرجوهم لبرا حتى يدخلوا على الوحده باه هما قاعدين هكذا كما هاملين. وما زاد الطين بل وقوع المدرسة في منحدر خطير، الأمر الذي بات يؤرق الأولياء وكذا الطاقم العامل بها، خاصة في الآونة الأخيرة وما شاهدته المنطقة من تساقط كميات كبيرة للأمطار. الأولياء خايفين على ولادهم، سي نورمال، ومن فوق كان القرموط، فهمتني الآن راهو القرموط، السيدة وكان معلمة وساكن تما وهرب خرج على سيرتو لابريد نتاع الشتاء والثلج. هنا بالك المنطقة عالية وفيها الثلج بزاف، يخاف يهبط عليه كامل القرمود هذاك. المدرسة راهي مهددة بالانهيار، وتم معاينتها من طرف المسؤولين البلدية والدائرة والولاية، وقرروا بإعادة هدمها وإنشائها من جديد، لكن لحد الساعة ما كان حتى شي جديد، والتلاميذ راهم يعانوا من الأمطار. فإلى جانب قدم المدرسة وتصدع جدرانها، التلاميذ يواجهون ظروف مزرية كانعدام النقل المدرسي وغياب الماء الشرب. يتخوفوا عليهم والديهم لأنه عم يجيو مسافة بعيدة، وهنا في الدوار ما والديهم ما يكومبانيوهمش، ما يلحقوهمش، هما يجيو يعني واحد يقطع في شعبة ولا في واد ولا ويمشي وما عندهمش ترانسبور. رئيس بلدية بوراوي بالهدف من جهته يصرح أن التقرير الذي رفعته الرقابة التقنية يؤكد أن المؤسسة غير صالحة للتدريس ولا للترميم ومآلها الهدم. احنا اقترحنا باش المدرسة هذيك تغلق لإنشاء مجمع مدرسي. احنا حبينا نرموا المدرسة، عندنا زوج أقسام هذوك القدام، جبنا السي تي سي، حسب ليكسبيرتيز تاع السي تي سي راهو ما يصلحوش باش يترمموا. هذا الهيكل التربوي كان من المفروض على الجهات المعنية إخلاؤه من زمان وتصنيفه كمعلم تاريخي والإسراع في إنشاء مدرسة جديدة بالمنطقة لتفادي ما لا يحمد عقباه. هذا وتسببت الثلوج الكثيفة المتساقطة على مدى الأسبوع الماضي في ارتفاع سمك الثلوج لأكثر من 2 متر بمنطقة جبال بابور بولاية سطيف، ما أدى